صباح أو مساء الفل عليكم جميعا، وحلقة جميلة جديدة إن شاء الله مع التمانيناتي. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت في شوية العكننة الخاصين بالتعليم، وعارف إننا رايحين ورا الشمس. وبرضه مش هتكلم عن السبلايز والباص واليونيفورم وحاجات جروبات الماميز دي، عشان بصراحة الموضوع اتهرس كتير قوي، يعني اتقال كتير في ميمز وحلقات على اليوتيوب وفي أفلام. ده في فيلم تقريبا اسمه جروب الماميز، حاجة زي كده يعني، فمش هتكلم في الناحية دي. انا هتكلم في حاجات تانية من زاوية ووجهة نظر مختلفة شوية. اولا كأب عايش في الموضوع ده، وثانيا كواحد اصلا بحب عملية التعليم، عملية نقل المعرفة بشكل عام انا بحبها، واشتغلت فيها فترة طويلة جدا بصراحة من حياتي. يعني مثلا هكلمك على ان التعليم في مصر بشكل عام، مع بعض استثناءات طبعا المدارس الدولية والانترناشونال والاي جي والحاجات اللي احنا ما سمعناش عنها في ايامنا دي. آه، ما زال التعليم في مصر بيعتمد على مدرس واقف قدام طلبة بيشرح لهم، ده لو شرح يعني المدرس. في نفس الوقت ممكن يكون ما بيعرفش يتعامل مع الكمبيوتر بشكل كويس، والطلبة اللي قدامه أحسن منه بكتير في النقطة دي. يعني المدرس المفروض يستخدم وسيلة يقدر يجذب بيها الطالب، علشان يقدر ينقل له المعلومة عن طريق الوسيلة دي. السبورة واللوحات التعليمية اللي كنا بنعملها زمان أصبحت لا طائل منها قدام جيل عفريت في التكنولوجيا. يعني مثلا فاكرين زمان كده موضوع كادر المعلمين بتاع الاي سي دي ال، ان هو لازم ياخد شهادة اي سي دي ال عشان يدخل في الكادر، عشان ياخد الكادر فلوس اسمها الكادر يزود بيها مرتبه. فاكرين الموضوع ده؟ اقول لكم انا، عارفين مين المدرسين اللي راحوا؟ دول المدرسين معظمهم اللي كانوا فوق سن الخمسين، 50 52 54، اللي هو خلاص كلها كام سنة ويطلع معاش. تمام. ده كمان كانوا بيطلعوا معاش بعد الكادر على طول، علشان معاشهم يزيد. ما لسه هتعلم، يعني بعد ما شاب ودوك الكتاب، بس هو لقى فرصة يزود بيها معاشه، مرتبه بس في الكام سنة الأولانيين، وبعد كده يزود بيهم معاشه. فليه لأ؟ كانوا قاعدين أصلا مع الناس اللي بيدرسوا لهم. انجز. هو كل اللي عايزه ملخص في أسئلة اللي هتيجي في الامتحان بتاع الاي سي دي ال عشان يخش يمتحن وينجح وياخد الكادر. هو مش عايز يتعلم علشان الغرض الأساسي من موضوع الكادر، إن أنا أأهل المدرسين إن هم يقدروا يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة قصاد الطوفان اللي داخل مع الطلبة. وبعدين كمان تعالى هنا يا بتاع الكادر، اي سي دي ال ايه لا مؤاخذة؟ الطلبة اللي انت المفروض بعد ما تاخد الاي سي دي ال تدرس لهم بقى وتبقى انت برنس الجيل بروس لي المدرسين، الطلبة دول بياخدوا كورسات برمجة في الصيف. برمجة. هتصد على مين يا ريس؟ يا مربي الأجيال. الواد أو البت اللي قاعدين قدامك عارفين أضعاف ما تعرفه عن التكنولوجيا اللي حضرتك مفروض تستخدمها عشان توصل له معلومة. يعني هي الموضوع نفسه مش التكنولوجيا في حد ذاتها، لا، ده التكنولوجيا دي وسيلة لحضرتك علشان توصل له المعلومة بأسلوب يقدر يجذبه، لأن الولد فقد الشغف في إنك تقف قدامه على سبورة. يا جماعة خلاص بقى، احنا اللي كنا كده، ما كانش عندنا بديل تاني. فتطوير التعليم لازم يبدأ من المدرس الأول. المدرس، وبعدين المنهج اللي هو هيدرسه، وفي الآخر خالص بقى نبقى نبص على الطالب. ما هو الطالب هيتلقى المادة من المدرس. لو مفيش مدرس يوصل المادة مفيش تعليم، احنا كده بنحاول نبل مية. يعني انا ما بعملش حاجة جديدة، احنا كل شوية نطور المنهج. طب المدرس اللي هيدرسه طيب، ما هو ممكن المدرس دوت مش فاهم المنهج يا جماعة. والله وارد بتحصل يعني. مدرسين العلوم بيحطوهم يدرسوا المادة الجديدة اللي اسمها اي سي تي، تكنولوجيا المعلومات. على فكرة المادة دي حلوة جدا، انا قريت فيها، المادة جميلة والاطفال بيحبوها وبيسألوا، ما بيلاقوش اجابات. الاجابة بتكون بنسبة كبيرة في اوقات كتير هي كده، مكتوبة كده في كتاب المدرسة. في حاجات ما ينفعش تتدرس بالاسلوب الادبي. انا اسف مش قصدي اساءة للقسم الادبي يعني في ثانوية عامة، بس القسم الادبي
له اسلوب معين او له طريقه معينه في التعامل مع المواد بتاعته. مش عايز اقول حفظ وبتاع عشان ما يبقى برضو فيها اي نوع من انواع سوء النية او حد يفهمني غلط ان انا ب- بقلل من شأن المواد الأدبية. بس المادة الأدبية ما ينفعش لا تتذاكر ولا تتدرس بنفس أسلوب المادة العلمية. ده شيء ما يعني ما اختلاف، ما فيهوش إساءة. نفس الفكرة، أنا ما ينفعش إن أنا الطالب أدرس له مادة وأقول له مثلا إنك لما تضغط على زر كذا هيظهر كذا على الشاشة، وهو لا قدامه الزر ولا قدامه الشاشة ولا قدامه معمل فيه زر ولا شاشة ولا مدرس فاهم الزر والشاشة. فأنا هدرس له إيه؟ مع إن المنهج تاني حلو. طب والطالب مهتم على فكرة، يعني هو بيسمع الكلام ده كله وشايف باباه، شايف مامته، شايف أخوه الكبير هو شخصيا بيعمل الحاجات دي على الكمبيوتر ومش فاهم هي بتتم إزاي. يعني هو بيكتب على الكمبيوتر مثلا وبيدوس على الزرار وعليه حرف القاف يظهر حرف القاف على الشاشة. مادة الاي سي تي كانت بتشرح الموضوع ده ازاي في حاجة اسمها انبوت وحاجة اسمها اوتبوت، اللي هي ادوات الاخراج وادوات الادخال والبروسيسنج، عملية المعالجة اللي بتتم على البيانات، والبروسيسور بيعمل ايه، والمذر بورد والحاجات دي كلها. حلو جدا انهم يعرفوا الكلام ده من هم صغيرين. احنا اتعلمناه في اعدادي وبعضنا اتعلمه في ثانوي، فكونهم يتعلموه في ابتدائي ده شيء كويس جدا. بس مين اللي هيدرسه لهم؟ لازم حد مؤهل. مين الشخص ده؟ المدرس. طب المدرس احنا حاطينه في وضع سيء جدا. يعني المدرس محطوط في وضع سيء جدا. على ايامنا المدرس كان باشا، زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، كان بيشرح في الفصل بذمة وبضمير، وكان باشا. لو انت عايز تزود بقى وتاخد درس، انت اللي بتجيلي كولي امر وتقول لي ابني معاك في الفصل الفلاني وفي المدرسة الفلانية وعايز ياخد معاك درس. اول سؤال المدرس بيسأله ساعتها بيقول هو انا قصرت في حاجة؟ يعني كمان في ضمير. ولي الامر بيقول له لا، انا ابني عايز يستزيد، ممكن مثلا يكون ابني بيسرح، ممكن حاجه زي كده، فانا عايزه يكون مع حضرتك في حصه فيها عدد اقل من الطلبه ان ما كانش حصه لوحده، علشان يبقى مركز اكتر. بس فكان المدرس باشا. حضرتك لما بتدفع فلوس في كورس بتقعد منتبه ليه انت اللي رايح وطالب الخدمه ودافع فلوسها، فتركيزك بيكون عالي. دلوقتي المدرسين بيعلنوا عن نفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا جلسات زوم وعندنا حصص برايفت وعندنا مش عارف ايه وبتاع. المدرس بقى سلعة بيبيع نفسه. ليه؟ عشان يعرف يعيش يا جماعة، وانا ما اقدرش الومه برضه. فاحنا لو اهتمينا بالمدرس بكل جوانبه بقى، تأهيله علميا واكتفائه ماديا، نديله منهج كويس، هنطلع جيل كويس بعد كده. غير كده احنا ما زلنا متجهين في نفس ذات الحيطة اللي احنا كنا متجهين ناحيتها الحلقة اللي فاتت. مفيش حاجة هتتغير. فنأمل ان الموضوع يتغير في وقت ما، اتمنى فعلا. وان شاء الله، ان شاء الله ان التطوير اللي هما بيطوروه دوت يبص شوية ناحية المدرس اكتر ما بيبص على المنهج. لان المنهج مهما كان حلو، مهما كان لطيف، مهما كان متطور، مش هينفع يطور تعليمنا ويطور الأجيال الجاية غير لما يكون في مدرس قادر يعمل كده. وعشان تطلع مدرس قادر يعمل كده، اهتم بيه. كاد المعلم أن يكون رسولا. الكلمة دي ما اتقالتش من فراغ. مش هقول أكتر من كده، لأن أعتقد اللي اتقال كفاية قوي. يعني احنا حاسين بالموضوع ده، وأعتقد كمان لو في حد من الجيل بتاعنا شغال مدرس هيفهم أنا بتكلم في الكلام ده ويعرف انا بتكلم في الكلام ده ليه وازاي، لان اكيد عدى بمراحل من اللي احنا اتكلمنا فيها دي كتير. اعتقد ان احنا هنقفل الحلقه على كده، ومش عارف هيكون في حلقه تانية عن التعليم ولا لا. ما اعتقدش هنتكلم في حاجه تانية، لأن لو اتكلمنا في حاجه تانية هنتكلم بقى في جروب الماميز، وده احنا مش عايزينه يحصل. فاتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ومستني برضو ارائكم وكومنتاتكم، وباذن الله اراكم الحلقه القادمه ان شاء الله. سلام يا شباب.